هناك صوت، يعني ما اشترك وياه احد، لا هو الصوت الواحد لشخص واحد من دائره واحده، معناه حتما الاسماء الاخرى ما اشتركت وياه. جاب 10872 صوت. الدائره الثانيه الحربش جاب 8475 صوت. الدائره الثالثه فيصل مسلم 16383 صوت. الدائره الرابعه سلم البراك 30118 صوت. الدائره الخامسه الصوار 26871. اجمالي ما حصلوا عليه الخمس نواب في قانون اختيار الامه في اخر انتخابات حقيقيه تمثل اراده الامه 92719. الخامسه بمجموع نوابها 14935. الاجمالي 108279. يعني والله قسما بالله انكم ما تستحقون ان يطلق عليكم ربع الامه، انتم فعليا ثمن الامه. خمس نواب بالاغلبيه حصلوا على 92719 مواطن، وانتم 50 نائب صنيعه السلطه حصلتم على 108000. بالله عليك هذه ارقام ما تكذب، يعني الارقام ما جادل فيها. رقم هذا احسب الرقم، من تعاسه الى اتعس، من دمار الى ادمر، ومطلوب منا ان احنا كشعب ندفع ثمن هذه الاخفاقات. تقولون شلون ممكن نوصل؟ اولا انشاء الاحزاب هذا امر لا شك ضروري ومهم وفاعل. القوائم النسبيه عشان اقدر اتلمس توجهات الناس. ولكن يا اخوان، بما ان الماده 56 من الدستور رئيس الوزراء هو في نهايه المطاف، رئيس الوزراء هو المنصب المفصلي مع مجلس الوزراء اللي هو اختاره، هو المهيمن على مقدرات البلد. سمو الامير وفقا للدستور اللي جاب اراده حقيقيه للامه، ما قال ان الحكم في ذريه او رئاسه الوزراء في ذريه مبارك. نعم قال الحكم في ذريه المغفور له مبارك الصباح، بس ما قال رئاسه الوزراء. تركت لسمو الامير. سمو الامير امامه 4 خيارات: اما ان يختار من ذريه